اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم. بصوا الفراخ قاعدين مستنيين لما نيجي هنا بقى، بقول لهم صباح الخير، عاملين ايه؟ كنت لسه نازله لهم من فوق. بصوا بقى، ولا في اكل ولا في ميه ولا اي حاجه. انا متعمده طبعا ان انا ابيتهم اخر حاجه ياكلوها، اصبح ملاقيش عندهم ولا ميه ولا اكل، عشان خاطر اديهم بقى شويه مضادات كده حلوه في الميه. والنهارده بقى ميعاد ان انا هنضف لهم بقى تنظيفه بتاعتهم. ساعات بنضف كل 3 ايام، وساعات كل 5 ايام. التنظيفه دي كانت كل كانت بعد 5 ايام. هنشيل بقى كده واوريكم بقى التعب اللي انا ببقى فيه صراحة. طبعا الغاوي لازم بقى ان هو يتعب ويشوف والكلام ده كلته، اللي عايز بقى يربي وياكل البلدي فلازم بقى يتعب شوية. طبعا احنا عارفين ان الجو وحش خالص، وامبارح كمان الجو كان فيه رعد وشتا، والايام اللي فات برضو ما كانش الجو حلو. واحنا في الدور الارضي مش طايلين بقى ولا شمس ولا هوا ولا اي حاجه، بس يعتبر فيه برضو في الدور الارضي رطوبه. فاحنا لازم برضو نخافوا على الفراخ بتوعنا برضو. وطبعا لو من الكتمه ولا اي حاجه، فاحنا لازم بننضف لهم كده على طول زي ما انتم شايفين. اول حاجه، انت لو عندك تبنه او عندك نشاره لازم ان انت بتفرديها. ولما باجي بقى انضف لهم زي ما انتوا شايفين كده، انا حاطه سبت وعليه خشبه. البلدي بيحب ان هو يقف على العالي. بلم انا بقى لا مؤاخذه كده كل النشاره او التبن اللي عندي، بروح كنساه ولماه الاول كده كلته على بعضه، واروح واخده الحاجات دي كده كلها، الطوب والسبيته والكلام ده كلته، واروح حطها على جنب. ليه؟ عشان خاطر ديت ما تبقاش بقى التنظيفه ديت اللي احنا عايزينها، لا. حتى بصوا تحت الترابيزة يعتبر برضو ناشف ازاي، رغم ان هما بيروحوا ويجوا ويقعدوا، بس تحتيها برضو ناشفة، في حتت فيها ناشفة وحتت طرية. ليه؟ لان دولت مش دي الحتة اللي هما بيباتوا فيها. الحتة اللي بيباتوا فيها اللي هي بتبقى على الخشبة والسبت، لان هو الفراخ البلدي بيحبوا ان هما يقعدوا على العالي. طبعا انا بكنس لهم بقى كده الاول زي ما انتوا شايفين. اه، بص المكان ده بيقفوا على طول عليهم. ليه؟ كمان تلاقي على طول البراز موجود هنا اهوت، لا مؤاخذة يعني في الكلام. وهنا بتبقى متكونة على طول البراز بتاعها. برضو هنا بصوا كنسته وروح جايبة كلته على جنب. اه زي ما انتوا شايفين كده اهو بلم. بصوا بقى هنا مكان ما بيقفوا وبيباتوا هنا، هنا على طول البراز هنا هو موجود. فطبعا مش معقول احنا هنسيبه بقى كده شهر ولا حاجة، لا. هي كل 3 ايام كده اروح واخداهم واروح كنساهم، او كل 5 ايام اروح كنسة، عشان خاطر بصوا مكان برضو في جير، ان انا ببقى حاطه جير، لان ما اقدرش ان انا هسيبهم كده، عشان خاطر الميكروبات، وعشان خاطر الفايش والحاجات دي كلها. غير كده ان انا اصلا برضو بحط لهم شيح. ساعات بنولع لهم بقى كده شيح، عشان خاطر الاوضه ما يبقاش فيها فايش ولا فيها اي حاجه. اه زي ما انتوا شايفين كده، ده الصندوق بقى بتاعي اللي هو بيرحمني من ان انا اوطي. بعمل بقى كده زي ما انتوا شايفين، ما تعيبوش عليا. بروح قاعده كده عليه، واروح حكه بقى الارض زي ما انتوا شايفينها كده اهو. ما بخليش بقى فيها اي حاجه. طبعا دي كانت رقيقه، رحت جايبه بقى حته جامده كده حديده ديت زي ما انتوا شايفين كده اهوت، واروح حكه بقى الارض كده بيها خالص. ما بخليش بقى اي حاجه. اه زي ما انتوا شايفين كده اهوت، كل مدى اروح شايله الصندوق على جنب، واروح عامله مكاني، واروح كنساه. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. لاحظوا ان انا كنست الاول والاخر رحت حكه بقى الاوضه كده كلها. اللي بيقول التربيه سهله، التربيه طبعا مش سهله، بس اللي غاوي بقى بيحب ان هو يربي. زي ما انتوا شايفين اهوت كده، بحكها واروح لمهم برضو كلهم على جنب. وبعد ما بحكها كده بروح برضو كنساها. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، خلصت الحته اللي هناك ورايا، ودي بقى اللي تحت الشباك بروح نقله بقى الحاجات هنا، واروح موديها هناك تاني في الحته النضيفه اللي انا عملتها. ده المكان ده اللي هو تحت الشباك، اللي هو ان في الاوضه ديت على المنور، ان برضو لازم يكون فيها شباك وتهويه كده اهو زي ما انتوا شايفين. اهو بصوا كده اهو، تروح حكاها كده اهوت، واروح برضو بروح كنساه.
عشان خاطر ايه ما يبقاش ايه فيها اي حاجة. اهو كده زي ما انتوا شايفين. وبصوا الارض يعتبر ايه مرطبة شوية، بس هي مش مرطبة شوية يعني ان فيها مية، لا. هي بس ايه عشان خاطر الأوضة دي بتعتبر ان هي جنب الحمام، بيبقى برضو ايه فيها حاجات بسيطة كده ايه من الرطوبة سن. بس برضو الأرض ناشفة اهي زي ما انتوا شايفين، مش بخلي ايه فيها أي حاجة. زي ما انتوا شايفين اهوت. دي بقى ايه الحتة اللي هي تحت العشة اللي هي على جنب اللي فيها ايه الفراخ التسمين، في العشة اللي فيها فراخ التسمين. دي اللي ايه الحتة اللي تحتيها. هما برضو بيروحوا يقعدوا هنا، بس مش بيقعدوا كتير طبعا الفراخ، بس بيقعدوا بقى بيتنقلوا من هنا لهنا 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 كده انتوا عارفين، عشان الأوضة بتبقى واسعة فبيحبوا ان هما يجروا ويلعبوا. كده بقى خلاص بدأت ان انا اخلص، ولميت بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين، كنست وايه وحكيت الارض كده كلها زي ما انتوا شايفين، مخليتش ايه فيها حاجة. ليه؟ احنا برضو لازم نحافظ على الفراخ ونحافظ على الفايش لو في اي حاجة في الجو اللي احنا فيه ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، والحمد لله احنا ما عندناش اي حاجة، بس برضو ايه عشان خاطر حاجتنا لازم نحافظ عليها وتبقى نظيفة كده اهوت. احنا برضو لازم ايه نبقوا ايه تحت رجليهم نضاف كده اهوت، ونشيله على طول. حتى بصوا النشارة والحاجة ناشفة كده وجميلة وزي الفل، ما هيش ايه مبلولة بقى كده ولا رسخة ولا حاجة، لا. بحكها كده اهوت واروح رميها. طبعا احنا في اسكندرية هنا محدش بقى عنده ارض زراعية ان هو ياخد ديت السباق دي اللي هو يستفيد بيه. طبعا في حتة بعيدة، انا اصلا بايه بعيد عن عن الزراعة كده اهوت. وبناخدوها بقى كده زي ما انتوا شايفين، بروح بقى ايه رميها برضو ايه كده اهو زي ما انتوا شايفين، وناشفة وما فيهاش اي حاجة اهي. والاوضة حكيناها بقى اهوت وخليناها زي الفل. هنعمل ايه بقى تاني؟ لازم بقى الارض ديت تتبدر كده اهو عند شكارة الجير. لازم بالطريقة ديت ان انا اعملها كده، املاها كده اهوت جير من كل حتة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحميها كده خالص وبرمي على الحيطة عشان خاطر الرطوبة اللي في الارض، وعشان خاطر ايه الفراخ بتوعنا برضو. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. واروح جايبة بقى ايه شوية تبن او نشار عندك، وتروحي ايه فرداهم بقى فوق الجير زي ما انت شايفاه كده. لازم برضو تحافظي على ايه على المكان اللي هم قاعدين فيه، ما يبقاش ايه رطب ولا فيها اي حاجة. شوية الجير دولت بيحافظوا برضو ايه على الارض، وايه ما تسبب لهمش ان هم يبقى فيه رطوبة ولا اي حاجة. عشان ايه هنا طبعا هم مش طايلين شمس، فانت لازم ايه بتعوضيهم ان انت لازم الايه الارض تكون كويسة. او زي ما انتوا شايفين اهوت كده اهوت. بروح فرشة برضو الارض ايه بالتبن او النشارة حسب ما ايه ما انت عندك. وبحط بقى الطوب اللي ايه اللي انتوا شايفينه ده، بحط ايه عليه بقى السقاية، وبحط عليه ايه الاكل بتاعها. اه زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وخليت الارض زي الفل اهي وناشفة، ويقعدوا بقى ايه يلعبوا ويرمحوا كده فيه. هنا بقى انتوا عارفين انا بحط لهم بقى ده اللي هو يعتبر بادئ، كان لسه 23 كان عندي، وعندي تشيشة وعندي عيش مدشوش وعندي ردة. وعندي بقى هنا ايه البنجر عليه توم وعليه بصل وعليه خل. وطبعا انتوا عارفين في المية ديت يعتبر مية بنجر وفيها بصل وفيها توم وفيها خل. باخد البنجر بصفيه من الخلاط، وباخد المية بتاعته واحطها ايه للفراخ برضه. وبحط لهم بقى شوية خضرة. انا عندي على طول الكرات ده بيبقى موجود في التلاجة. اروح جايبة كده ب5 6 جنيه وحطاهم كل يوم. اروح حاطه لهم 3 4 حزم كده اهوت، واروح ايه وحطه لهم على الاكل. ولو عندك بصل برضو ايه بخرطه، رغم ان انا حاطه بصل بقولك على ايه مع البنجر، وبحط توم وبحط خل وحاطه ليمون برضو قشر ليمون كان عندي كتير. رحت حاطاه كل ده وضربته في الخلاط، صفيته خدت الميه للفراخ هيشربوا منها، وال... والطفل حطها هوت على الاكل زي ما انتوا شايفين. ما خليهاش بقى الاكل فيه ميه كده ولا حاجه، لا. الاكل فيه ميه يبقى هيعمل لك ميه على طول، لكن الاكل لازم يستفيدوا بيه زي ما انتوا شايفين كده. وايه مفرفره عامله زي الكسكسي كده زي الفل. هنحط لهم بقى كده الاكل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين على حقيقي على الطوب العالي كده، عشان خاطر ايه ما يرموش على الارض. والباقي بروح ايه يحطها على الشوال، يا حطيته هوت ايه في القصعه سبته زي ما هو ايه هياكلوا منه زي ما انتوا شايفين كده. وهنجيب برضو المية بتاعتنا الحلوة اللي انتوا ايه اللي احنا ايه عملناها هي فيها كلها مضادات حيوية حلوة وجميلة، عشان خاطر ايه تبقى الفراخ بتوعنا ايه حاجة مادة ايه مادة حلوة يعني.
اسفه ان انا كده ايه ما كنتش خدتش بالي ان انا موطيه كده في الكاميرا. بس كده بقى قعدت بقى جنبهم شويه صغيره عشان اتابعهم برضو. وبقول لكم هو الاوضه زي الشمع وجميله، ولازم نحافظوا ايه على النظافه بالذات للفراخ عشان خاطر ايه ما يبقاش فيه اي حاجه. وخصوصا الجو اليومين دولت مقلوب زي ما انتوا شايفين، هوا شتا حر. يلا والحمد لله. هنا عايزه اقول لكم بقى ان انا طلعت فوق، قلت بالمره ايه ما فاضليش بقى لفرش الانتريه اللي هو عايز الايه يتغسل هو والستاير. قلت بالمره غيرت بقى وفطرت وقلت ايه اخدهم بقى دول بالمره عشان اشغل الغساله واغسل بقى ايه العبايه اللي انا كنت غسلها بالمره. ايه ومفيش اللي هم دول بس اللي هم عندي عايزين يتغسلوا من تنظيفات بقى ايه العيد. وعندي الفرش كلته هنا بقى. بصوا بخلعها بايد واحده لان هو شنكل كده، بتروحي ايه رافعاه وتروحي ايه بيروح مفكوك معاكي. مش غلبة يعني ولا حاجة، انتوا عارفين كلنا شاطرين وبنعمل الحركة ديت على طول. اهو بنروحوا ايه فكينها بقى كده هوت منها وخلعناهم. وقلت ايه هغسلهم عشان خاطر ايه مفيش اللي هم دولت وفرش الانتريه بس اللي ايه اللي فاضل عندي اللي عايز ايه يتغسل. وانتوا عارفين ان الارض انا شايلاها هي الشقة دي والشقة اللي فوق. وقلت بالمرة ايه اغسلهم كدهوت النهاردة. انا عندي غداية وقلت ايه طالما موريش حاجة يبقى كان النهاردة ان انا ايه اعمل الفراخ وايه واغسل الفرش اللي انتوا شفتوه هنا. بصوا بقول لكم اهوت يعني السجاد كلته ايه مغسول، مفيش بقى الا ايه هنا 3 كراسي رحت خلعاهم اهوت. وقلت بالمره ايه شغل الغساله مش هياخدوا حاجه، ده هم ايه فرش الانتريه والستاير بس اللي هم ايه هيتغسل. قلت بالمره. وعايزه اقول لكم برضه عشان خاطر العبايه اللي كنت لابساها كنت قرفانه منها وكده، قلت ايه اغسلها بقى ايه بالمره. وكان عندنا ايه غدانا كده ايه النهارده. ويا رب كده يكون النهارده فيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امر. روتين حلو كده وجميل. وروتيننا كان جامد شويه عند الفراخ. وبعرفكم يعني ان الفراخ تربيتها مش سهله، صعبه طبعا، بس اللي غاوي بقى بيحب ايه ان هو يربي كده. هو زي ما انتوا شايفين، وغسلت الستاير كده الاول زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنغسل ايه فرش الانتريه. بس كان يوم سهل كده اهوت ويعتبر يعني ما خدش حاجه معانا غير اللي هو عند الفراخ بس. واهوت يعني ايه خلصناهم وما عادش يعني ايه في حاجه وكده. وزي ما انتوا شايفين طبعا بعمل اللي هو زي ما انتوا عارفين في الغسالة ديت. وبغسل وبسيبه بقى يتصفى كده اهوت. ودي بقى كانت ايه اللي هي بتاعت الكنبة عشان كبيرة وبتاخد وقت ان هي ايه على ما تلف بقى ايه في الغسالة. وبروح واخداها بقى كده بايديا او بجيب العصاية. فبروح ايه ممشيها برضو كده ايه واحدة واحدة. فبتمشي برضو ايه معانا وبتبقى حلوة وتتغسل والحمد لله. وكده خلصنا بقى تنظيفات العيد ما عدا لسه البطاطين. خلي بالكم البطاطين لسه ما اتغسلتش، لما ربنا يسهل بقى الحال هنبقى اغسلها. ولسه بقى المطبخ تحت طبعا ده اهم حاجة في التنظيفات كلها بتاعتنا بتاعت العيد. يجعله كده عيد مبارك عليكم بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه. وكنت طبعا الجو كنت لسه الصبح بدري، كانت الشمس لسه ضاربة بقى هنا. رحت ايه منشرة بقى بسرعة. وكنت واخدة برضو ايه المفارش بقى ايه اللي كانت فاضلة. قلت بالمرة اخدهم كده ايه في الاول مع الستاير اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ويوم عدى حلو والحمد لله. وخلصنا كده ايه حاجتنا. بقول لكم مفيش بقى الا البطاطين هي اللي عليها الدور. بس يا عالم هجيبها معاكم ولا لا. والغسيل الحمد لله السجاد اتغسل ومفيش اي حاجة بقى ايه فضلنا الا ايه المطبخ بتاعنا الحلو. كلنا بقى المطبخ ده بنسيبه اخر حاجة. اه زي ما انتوا شايفين كده اهوت خلصتهم بقى ايه مفيش اي حاجة. وكانت الشمس جميلة بسم الله ما شاء الله. ويا رب بقى الدنيا ما تشتي ولا تجيب رعد بعد ايه بعد كده. كده بقى نشرتهم اهوت. ويا رب يكون فيديو النهارده كده عجبكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امر.